حر ومفيش تكييف، تعالى اقولك على حاجه جربتها بنفسي بديل للتكييف واوفر 75% من ثمنه، وكمان في استهلاك الكهرباء عن التكييف العادي، اللي هو اكنك مشغله مروحه بس انت طالع لك هوا ساقع كده زي التكييف بالظبط. هو مبرد الهواء من ميانتا، بصراحه طوق النجاه في الحر، في 3 سرعات ووضع تبريد بالميه والتلج يخلي الهواء كده طالع لك ساقع كانك مشغله تكييف. بس مهم يكون في مكان فيه تهويه، يعني مثلا وراه بلكونه او شباك مفتوح، او يكون الريسبشن فيه اكتر من فتحه تهويه، او المكان اللي انت حاطاه فيه. انا عن نفسي بحطه عادي حتى من غير ما يكون وراه شباك او بلكونه، وبيديني نتيجه التكييف وبسقع وبتغطى، علشان الريسبشن عندي واسع وفيه تهويه كويسه جدا، وبيشتغل بالميه العاديه، مش لازم تكوني حاطه ميه ساقعه. بس عشان تزودي السقعيه حطي تلج في المكان اللي فوق، بيكون جاي معاه كده ازازتين بلاستيك تحطيهم فيهم ميه وتحطيهم في الفريزر وبتحطيهم في المكان اللي فوق دول. ده بيبرد الدنيا جدا وبيبقى حلو قوي، وبيتحرك كمان في ريش بتتحرك شمال ويمين بيوزع بيها الهواء في الاوضه كلها، فبتلاقي الاوضه كلها سقعت. وفي كمان تايمر ووضع نوم لو بتحبي تنامي على نسمه هواء كده من غير ما تقلقي. والشاشه الديجيتال اللي فوق دي بتوضح لك كل حاجه انت بتعمليها او انت عايزه تعمليها، وكمان معاه ريموت تقدري تتحكمي فيه عن بعد، وسهل انك انت تنقليه من اوضه او من مكان لمكان عشان في عجلات من تحت. انا شخصيا مرتاحه عليه جدا. العيوب بقى اللي لاحظتها فيه، اول حاجه لو عندك حساسيه انصحك تبعدي عنه، لانه ممكن يتعب الناس اللي عندهم مشاكل في التنفس او الجيوب الانفيه. ولو في حد عندكم في البيت كبير في السن انصحكم تتاكدوا انه ما عندوش حساسيه على الرئه او الانف، والاحسن برضو انكم انتوا تستشيروا الطبيب قبل ما تشتروه. تاني عيب ان هو صوته بيزيد مع السرعه، اول سرعه صوتها هادي، لكن لو زودتي السرعه بيبتدي يعلى في الصوت. بس بصراحه انا عمري ما زودت عن اول سرعه، لانها اساسا بتسقع جدا وبتضغطي، بتحسي انك انت قاعده في تكييف جامد. وملحوظه مهمه، كل حاجة في الدنيا ليها مميزات وليها عيوب، والمهم ان احنا نختار الحاجة اللي تناسبنا وتفيدنا احنا شخصيا. يعني اللي بيتعب منه مش شرط ان هو يجيبه، فاختاروا بعقلكم واحتياجاتكم، مش بس بالاعلانات او تجارب غيركم. وبس كده. فلو انتوا عاوزين حاجة سعرها كويس وتديكي سقعية التكييف، المبرد ده فعلا ممتاز. لو استفدتي من الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة عشان يوصل لكل ترشيحاتي اللي بنزلها.